يلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف داير سعادة الرئيس؟ لاباس؟ خويا شنو بالنسبه لاشبال التزاليل شنو كتقول؟ هذه طول عمرك هذه اول حاجه مناسبه جميله جدا بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه في السعوديه، وكنطلب من الله تعالى الاخ سعد المجيد والخطوط المغربيه والبنك الشعبي جزاهم الله خير، والاخ يونس السموني نائب الرئيس على هذا الجمع العام الجمع الممتاز، واسم التزاليل عزيز علينا على كلنا كمغاربه، يقع في جنوب زنقوره، وهذا الاسم عزيز علينا حنا كنتربي تما والتما، وعشان كذا سميت جبل التزاليل. الاخ اللاعب شنو كتقول بالنسبه لكم داخل الملعب؟ والله كانت المباراة صعبة جدا، ولكن تمكنا من تعديل النتيجة في آخر الدقائق، وهذا بفضل اللاعبين، والحمد لله كانت مباراة ممتازة جدا وأخلاق رياضية عالية. مش الاخلاق الرياضيه. وشكرا على المنظمين والمسؤولين على هذه المسابقة، وشكرا جزيلا. الاخ العيساوي شنو كتقول في هذه المقابله؟ رجل مباراة. اول حاجه كنقول السلام عليكم. بالنسبه للمباراه كانت مباراه جيده وشيقه مع الاخوان، وما كناش متوقعين هذا الشيء هذا من طرف المقابله بصفه عامه. المقابله كانت صعيبه شويه، ورغم ذلك كان الشباب حاولوا وقاوموا، الحمد لله طلعنا بواحد النتيجه اللي هي تعادل احسن من بلاش، والحمد لله اللهم لك الحمد. نشوفكم ان شاء الله في الجايات وما يكون الا الخير ان شاء الله. كنشكركم شكر جزيلا. تعال اخويا، اشنو كتقول سعادة الرئيس على المقابله ديالك؟ شنو؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر اللجنه المنظمه ونشكر الخطوط الملكيه المغربيه والبنك الشعبي وكل من ساهم في انجاح هذه البطوله الرياضيه. بصراحه على المباراه ضيعنا فوز محقق، وان شاء الله حنا نساو هذه المقابله، نفكروا في المقابله الجايه ان شاء الله مع الفريق اللي جاو، ونتمنوا ان شاء الله من الشباب يشدوا حيلهم ويجيبوا الفوز ان شاء الله. الاخوان، الاخ العزيز شنو كتقول في هذه المقابله حول الميدان؟ والله لعبنا كان ماتش مزيان، نقيش شويه الحمد لله، يعني كل شيء لاعب بروح رياضيه الحمد لله، كان ماتش زوين ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله نفوزوا في الماتش. شنو كتقول بالنسبه للحكم؟ الحكم الحمد لله ما فيش ايش نقول. الاخ العزيز شنو كتقول استاذ كابتن؟ شنو كتقول بالنسبه لهذا؟ مع المباراه يعطيكم العافيه، كانت مباراه حلوه وتنظيم جميل جدا بالنسبه للخطوط والبنك، كان تنظيم جميل، والحكم ما ساعدنا، بس يلا كان تحكيم جميل المباراه الحمد لله. نسال التوفيق المباراه الجايه. الاسم الكريم؟ يوسف محمد. يوسف محمد. الاسم الكريم؟ يوسف محمد. الاسم الكريم؟ محمد علي مرشا. محمد علي مرشا. شنو كتقول حبيبي بالنسبه لهذا؟ والله كان ماتش زوين، لعبنا ماتش مزيان، ضيعنا الفوز، الماتش الجاي ان شاء الله نعاود. اش تقول 3-3 شنو هي يعني؟ تعادل؟ ماتش قوي، ماتش قوي ما بين الطرفين. الحمد لله. شكرا. تصفيقات. وتحيه كمان نوجه التحيه الى التجمع المغربي المقيم بالمملكه العربيه السعوديه برئاسه الاخ عبد المجيد مخوتي والاخ يونس والجماعه كلهم اللي كانوا يساهموا في انجاح هذه التظاهره، وان شاء الله نتمنوا المزيد في المقابلات الجايه، ونتمنوا كمان مباراه جايه ودورات جايه ان شاء الله. رب العالمين. كما كتشوفوا اليوم انطلق دوري الجاليه المغربيه المقيمه في المملكه العربيه السعوديه، والدوري اللي احتضنه التجمع المغربي المقيم بالسعوديه برئاسه السيد عبد المجيد المبخوتي. وكما كتشوفوا الاجواء اليوم الحمد لله اجواء رياضيه، وهذا الشيء كيعبر على تشبث الحمد لله الجاليه المغربيه المقيمه بالسعوديه بالعهد العلوي، والتشبث ديالنا بالوطن ديالنا وبالملك ديالنا. والحمد لله كنشكروا جزيل الشكر كل الداعمين الاساسيين من ضمن الخطوط الملكيه المغربيه اللي دائما وابدا الداعم الرسمي للتجمع، وكنشكروا البنك الشعبي اللي حتى هو كمؤسسه ما كيبخل شيء بالدعم ديالو، وكنشكروا جميع الاجهزه الرياضيه والطاقم التقني والحكام اللي ساهموا معنا في انجاح التظاهره الرياضيه. وكمان من هذا المنبر تنشكروا جزيل الشكر الدعم سفاره المملكه المغربيه بالرياض اللي ديما وراء انجاح هذه التظاهرات، وشكرا. اليوم عندنا نهار كبير اول شيء، وهذه التظاهره حنا الحمد لله سباقين في التظاهرات. هذه تعتبر رقم 7 في التظاهرات في الدوري المغربي بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه بالرياض. بصفتك رئيسا لتجمع المغاربه المقيمين في السعوديه، الحمد لله رحنا في بلد خادم الحرمين الشريفين، الحمد لله اللي هو بلادنا الثاني، وملكنا محمد السادس الله ينصره اللي راحنا ان شاء الله كنمثلوه في بلد المهجر. تنمثلوه ان شاء الله في الشؤون الثقافيه الاجتماعيه الرياضيه، ورحنا فرحانين بالمغاربه كلهم في هذا العرس الرياضي. وكنشكر الجاليه المغربيه الموجوده معنا اللي منظمه بنظام وانتظام، كنشكروا الحكام، كنشكروا اللعابه، كنشكروا الجمهور، كنشكروا كاع المواطنين المغاربه اللي راهم معنا موجودين هنايا، وشكرا.
بلادنا بحب ويبوح، مغربنا ملكة الروح، منظر بلادنا بحب ويبوح، مغربنا ملكة الروح.
ولأخواتي الكرام صفوك بيان واحد خلينا صفوك سيداتي سادتي سيداتي وسادتي اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمع الجاليه المغربيه ويدخل في اطار تنظيم الجاليه المغربيه او التجمع المغاربه المقيمين بالمملكه العربيه السعوديه. هذا الدوري باشراف الخطوط الملكيه المغربيه والبنك الشعبي. اللقاء كينطلق بمحاولات الحين. هذا محاولة عند رقم 5. اللقاء الذي يجمع بين فريقي وداد الغربة وأجاكس المغرب. انطلقت المقابلة تقريبا هذه 5 دقائق. المحاولة عند الرقم 5. هدف رقم 2. هدف لفريق أجاكس المغرب. هدف ضربة رأسية. الحين النتيجة هدفين مقابل لا شيء لفائدة أجاكس المغرب. هناك تغيير، دخول رقم 11 في صفوف فريق وداد الغربة، ودخول كذلك رقم 7 عبد الغاني. محاولة ممتازة، قذفة كتمشي بعيدة على اللقاء. محمد النادي اللاعب وتدخل الدفاع عند رقم 2. شرط او تماس لفائدة وداد الغربة. كيتنفذ الشرط في اتجاه اللاعب رقم 4. قطفة طويلة عند اللاعب عبد الغاني رقم 7. قطفة قوية كتدخل الدفاع. محاولة هجوم مضاد، محاولة كرة خارج الملعب. خطأ لفائدة وداد الغربة. اللقاء شيق، اللقاء فيه محاولات قطفة قوية. يدخل اللاعب اتجاه محمد النادي رقم 11 رقم 2. كرة في وسط الميدان ضائعة. محاولة وتدخل رقم 4. تدخل رقم 4. تدخل كان شرط في اتجاه التنفاذ وتدخل الحارس رضوان. تدخل
كرة عند اجاكس المغرب، اجاكس المغرب كرة محاولة عند رقم 11 محاولة عند رقم 12 رقم 12 وزع قذفة وتدخل الحارس، تدخل الحارس، تدخل جميل، كانت قذفة جميلة. الحارس في وسط الملعب في وسط خطأ كيرتكبوا اللاعب رقم 5 من فريق وداد الغربة، خطأ في وسط الملعب. الحكم يعطي المسافة القانونية رقم 12 محاولة لتسديد المسافة القانونية. الحكم يعطي الإشارة قذفة عالية فوق المرمى 5 متر و50 لفائدة فريق وداد الغربة. الحارس رضوان إعادة تنفيذ ضربة مرمى، تنفيذ ضربة مرمى من طرف رقم 4 قذفة قوية طويلة عند اللاعب رقم 11 رقم 11 في اتجاه محاولة رقم 9 وتدخل عادل رقم 2 زاوية تنفذ بسرعة قذفة لكن ما تحكمش في الكرة حقه. الكرة عند عبد الغني رقم 7 محاولة الحكم يعيد خطأ لفائدة رقم 11. كتنفذ الخطأ عند رقم 11 في وسط الملعب لازال يحتفظ بالكرة، ضاعت منه الكرة عند رقم 2 محاولة هجوم مضاد عند رقم 11 يتدخل رقم 2 تضيع الكرة وتدخل رقم 4 قيم بمقابلة ممتازة، مقابلة لا بأس بها وتدخل المدافع رقم 4 هذا المدافع الصلب ما شاء الله. تماس تتنفذ تماس طويل كتدخل رقم 7 عبد الغني عند اللاعب شوف 3 مشوا عنده 3 خطأ رفع الرجل خطأ. الحكم ينذر اللاعب شفهين. ضربة خطأ تنفذ في اتجاه وتقطع الكرة عند رقم محمد نادي رقم 11 في اتجاه رقم 5 هجوم محاولة وداد الغربة هدف. النتيجة صارت هدفين مقابل هدف. محاولة كانت ممتازة هجوم الكرة عند اجاكس المغرب عند رقم 11 محاولة ممتازة يحتفظ بالكرة تقطع رقم 4 ما شاء الله رقم 4 مدافع صلب. شرط لفائدة رقم 2 عند لاعب رقم 9 في اتجاه رقم 11 ما شاء الله يتدخل عادل رقم 2 رقم 5 كرة عند محمد النادي رقم 11 يتدخل رقم 12 لكن لا زالت مع الفريق وداد الغربة. يتدخل رقم 4 تقطع الكرة في اتجاه لاعب الكرة هجوم مضاد محاولة ممتازة داخل المنطقة قذفة قوية وتدخل حارس وتدخل رقم 4 المدافع الصلب يتدخل رقم 12 من فريق خطأ لفائدة اجاكس المغرب المحتضن من طرف الخطوط الجوية المغربية الخطوط الملكية المغربية عند رقم 11 كرة عند رقم 11 يحتفظ بالكرة ممتازة قذفة هدف لفائدة اجاكس المغرب 3 مقابل 1 حكم شونجمون معليش تغيير في صفوف فريق وداد الغربة.
دخل رقم 6 مكان رقم 2. رقم 6 أول لمسة للكرة عند رقم 4. رقم 4 في اتجاه عادل. رقم 2 كيرجع على رقم 4 في اتجاه رقم 6. رقم 6 كرة بالرجل اليسرى طلعت تماس لفائدة أجاكس المغرب. كيتنفذ التماس عند رقم 12. رقم 12 في اتجاه رقم 11. اللاعب رقم 11 هذا جناح. يتدخل رقم 6. كرة عند عبد الغني لكن كرة تقطع الكرة من طرف عادل. تماس لفائدة أجاكس المغرب المحتضن كما قلت من طرف الخطوط الملكية المغربية. كرة عند رقم 5 من فريق وداد المغرب. كرة في التماس 16 عند رقم 8. رقم 8 في اتجاه رقم 5. رقم 5 طويلة عند رقم 11. تقطع الكرة. تماس ينفذه رقم 6 اللي دخل قبل قليل. خطفة طويلة عند اللاعب. هيا تدخل الحارس. ارجع كرة في وسط الميدان عند فريق أجاكس المغرب. رقم 5 هجوم مضاد. رقم 5 تقطع الكرة في اتجاه رقم 11 من فريق وداد الغربة. تضيع له الكرة. صراع على الكرة بين رقم 11 من فريق وداد الغربة وفريق أجاكس المغرب. كرة عند رقم 9. رقم 9 في اتجاه صديق ديالو ولكن الكرة تقطعت من طرف رقم 4. الحين الكرة عند رقم 11 وسط الميدان. تماس من تنفيذ رقم 2 لفريق وداد الغربة. كرة عند رقم 5. رقم 5 في اتجاه عبد الغني. رقم 7. رقم 5 قوية محاولة ممتازة ما مشاتش بعيد عند محمد النادي. رقم 11 محمد النادي عند عبد الغني. محاولة لكن ما مشاتش كرة بعيد. ضربة مرمى بفائدة أجاكس عن أي شيء. محمد النادي ممتازة عند رقم 6. عفوا رقم 11 عند محمد النادي وعبد الغني. ضربة رأسية لكن تدخل الحارس في الوقت المناسب. حارس عنا أجاكس المغرب يحتفظ بالكرة وسط الملعب برقم 11. طلعت كرة طلعت خط التماس. ينفذ من طرف رقم 4 لفائدة وداد الغربة. تقطع له الكرة في وسط الملعب. الكرة عند اللاعب هذا اللاعب رقم 11 ما شاء الله سريع. رقم 7 محاولة تضيع الكرة. تقطع اللاعب رقم 4. هجوم مضاد. ارجع لكن كرة بعيدة. كرة عند أجاكس المغرب. كرة عند الحارس في اتجاه رقم 5 صفوف فريق أجاكس المغرب. محاولة ممتازة عند رقم 13. تقطع الكرة. هجوم مضاد. 4 لاعبين ضد 2. 4 ضد 2. محاولة محاولة تضيع بكل بشاعة. محاولة تدخل لاعب عادي. رقم 2 من فريق وداد الغربة. كرة في وسط الميدان. كرة عند رقم 9. محاولة قد قوية ولكن ما مشاتش بعيدة. عن مرمى الحارس رضوان حارس فريق وداد الغربة. تلعب ضربة مرمى عند محمد النادي وسط الميدان. محمد النادي يحتفظ بالكرة. يلعب كرة بين اثنين. قد لكن تدخل حارس فريق أجاكس المغرب المحتضن من طرف الخطوط الملكية المغربية.
كرة ممتازة، كرة في وسط الملعب. غني كرة ممتازة قد فيها هدف الغربة يسجل رقم 6. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل 2. هذا الفريق وداد الغربة المكون من لاعبين 16 قد فا، لكن كرة بعيدة، ضربة مرمى لفائدة وداد الغربة. ينفذ ضربة مرمى اللاعب رقم 4 وسط الملعب، رقم 5 محاولة، لكن كرة بالتماس لفائد في اتجاه الحارس عند زميله في اتجاه رقم 9. تقطع الكرة من طرف عادل رقم 2. ينفذ تماس عند لاعب رقم 5 قد فا بعيدة، ضربة مرمى لفائدة فريق وداد الغربة. تنفذ ضربة مرمى من طرف لاعب رقم 6 في اتجاه اللاعب رقم 2 عادل في اتجاه رقم 4. أي محاولة تقطع الكرة، محاولة في اتجاه رقم 9. تدخل رقم 4 ما شاء الله في اتجاه عادل في اتجاه كرة تقطع من طرف رقم 12. تماس لفائدة وداد الغربة. ينفذ تماس من طرف اللاعب رقم 5 في اتجاه محمد النادي رقم 11. محمد النادي يحتفظ بالكرة، تقطع الكرة، هجوم عند رقم 11 من فريق اجاكس، تقطع له الكرة، تدخل لاعب رقم 5 ما شاء الله، صراع خطأ يعلن عليه الحكم. الكرة خطأ ينفذ من طرف كرة طويلة في اتجاه المرمى لكن بعيد. ضربة مرمى لفائدة أجاكس المغرب المحتضن من طرف الخطوط الملكية المغربية. ونشكر الخطوط الملكية المغربية والبنك الشعبي على تنظيم هذا الدوري بإشراف تجمع المغاربة بالمملكة العربية السعودية. لهم جزيل الشكر على هذا التنظيم. كرة مقطوعة من طرف كرة، لا الحكم لم يعلن عن أي شيء، طلب ضربة جزاء لكن الحكم لم يعلن عن شيء. محاولة في اتجاه رقم 7 في اتجاه رقم 11. الهدف الرابع لفائدة أجاكس المغرب. كما قلت رقم 11 لاعب نشيط يسجل الهدف الرابع لتصبح النتيجة بذلك 4 مقابل 2 لفائدة فريق أجاكس المغرب. نتيجة لحد الآن مباراة شاهدنا فيها أهداف بغزارة. كما ننوه بانتهاء المباراة الأولى، لأن المباراة الأولى جمعت فريق صقور ضرعة مع أشبال نزارين وانتهت النتيجة ب3-3. محاولة ممتازة عند رقم 9 في اتجاه رقم 7 هذا في اتجاه رقم 11. الهدف الخامس يسجله عادل ضد مرمى رقم 2 لتصبح النتيجة 5 مقابل 2. نتيجة ثقيلة. تغيير في صفوف فريق أجاكس أو في صفوف فريق وداد الغربة. تغييرين في نفس الوقت. تغييرين، دخول رقم 5 اللاعب بوسلهام ودخول اللاعب رقم 2 عز الدين. أول لمسة للاعب رقم 5. ابراهيم كنت تعصب ابراهيم، حيد منك العصب، ما تهدرش ما تهدرش معاه. يلعب تماس في اتجاه الحارس، يحتفظ بالكرة اتجاه رقم 13. رقم 13 تمريرة خاطئة تطلع التماس. بتنفيذ لاعب رقم 2 عز الدين في اتجاه اللاعب، يلا ارجع اتجاه اللاعب عبد الغني رقم 7، لكن الكرة الحين في التماس. فريق أجاكس
له لاعبين اي خطا لفائده اجاكس المغرب، لفائده اللاعب رقم 11 لاعب نشيط، واللي تمكن من تسجيل الهدف الرابع. السيد حسن في استشاره مع الحكم المساعد، والراحه. خطأ في وسط الملعب، خطأ ينفذ، طويلة تقطع من طرف، يعاد تنفيذ الخطأ لأن المسافة القانونية لم تكن موجودة أمام اللاعب الذي نفذ ضربة خطأ. الحكم يعيد ضربة خطأ. رقم 11 تقدر فقط تقطع الكرة بنفس الطريقة. كرة عند خطأ لفائدة ينفذ الخطأ في اتجاه رقم 6، في اتجاه رقم 2 عز الدين. تقطع الكرة في وسط الملعب، هجوم مضاد، محاولة قذفة ولكن بعيدة عن المرمى بسنتيمترات. كادت أن تصيب المرمى، ولكن تماس لفائدة وداد الغربة. ينفذ من طرف اللاعب رقم 2 رقم عادل عند اللاعب 5 رقم 5 اللاعب بوسلهام. خطأ في وسط الملعب لفائدة أجاكس المغرب، وكما سبق الذكر المحتضن من طرف الخطوط الملكية المغربية، وفريق وداد الغربة المحتضن من طرف البنك الشعبي. قذفة تقطع الكرة عند رقم 2 عز الدين، اي محاولة ولكن تقطع كرة في اتجاه رقم 11 لاعب نشيط ما شاء الله، مراوغة، كرة ما كتطلع، محاولة عند محمد النادي يحتفظ بالكرة في وسط الملعب، يحتفظ في اتجاه عز الدين، لكن تدخل الحارس، كانت تمريرة ولكن تدخل الحارس في الوقت المناسب. خطفة طويلة عند رقم 7 بالرأس، لكن تدخل اللاعب بوسلهام وسط الملعب. كرة عند رقم 5 في فريق وداد أو أجاكس المغرب. كرة عند رقم 11 سوء تفاهم. تماس ينفذ من طرف اللاعب بوسلهام رقم 5 لفائدة وداد الغربة. محمد النادي، كرة رقم 5 اللاعب رقم 5. خطأ لفائدة محمد النادي رقم 11 لفائدة قذفة طويلة بعيدة، وتدخل الحارس، ولكن الكرة تطلع ضربة مرمى 5 لفائدة أجاكس المغرب، تنفذ في اتجاه رقم، ونهاية الجولة الأولى بالنتيجة المعروفة 5-2 لفائدة أجاكس المغرب. السي حسو مدير فرقة وداد الغربة. السي حسو، شنو هي الرؤية ديالك حول هذه المباراة الشوط الأول؟ واول شيء كنشكروا كاس عبد المجيد، وكنشكروا الجمعيه تاع المغاربه، تجمع المغاربه المقيمين في المملكه، وكنشكروا البنك الشعبي والناس المقيمين والخطوط الملكيه المقيمين بهذا الحفل الكريم. بالنسبه للمباراه كما كتشوفوا عندنا بعض الملاحظات على التحكيم، بس الله المستعان. الدراري هما حدا كي بغاو يقولوا شي حاجه على المباراه استاذ العزيز، شنو كتقولها بالنسبه لهذه المباراه؟ بالنسبه لهذه المباراه كانت فيها جو عائلي الحمد لله،
بالنسبه للحكم شنو كتقول؟ كاين شي اخطاء الاخ الكريم شنو كتقول بالنسبه للمباراه ديالكم الشوط الاول؟ الشوط الاول فيه بعض الاخطاء ولكن غنحاولوا ان شاء الله نتداركوها. نتيجه لانه اللعابه اللي استجداد على بعضياتهم بدينا كنولفوا بعضياتنا، وهذا الجو العائلي هو افضل شيء من بعد المباراه. وهذا كنشكروا الناس المنظمين هذا. شكرا. سي حسن، كيفاش شنو رايك على الشوط الاول؟ الحمد لله البطوله بدات في جو زوين. دابا الماتش الاول داز في اجواء زوينه الحمد لله. الماتش الثاني غادي هو هذاك بريمير ميطاسيلات، كنتمناو دوز الاجواء هي هذيك مزيانه. نخلي الكلمه للاخوان. الاخ الكريم السي محمد شنو كتقول بالنسبه يعني بدايه الدوري تعرف انه يكون فيه شويه صعوبه، واللاعبين بيحاولوا بقدر الممكن انهم يقدموا مباراه في المستوى، والحمد لله المباراه في جو اخوي والامور تمام. بالنسبه للحكم اش كتقول؟ والله الحكم صراحه في المستوى، الحكم معليش ما عليه اي. بارك الله فيك. استاذ العزيز اشنو كتقول سي عبد الرحمن بالنسبه اول شيء كنشكركم على هذه المبادره اللي كتجمع لنا المغاربه بيناتهم، وهي فرصه للتعارف وفرصه للاحتكاك بيناتنا. اجواء مزيانه بزاف، وخلي الاخ مجيد يكمل المجال. استاذ الاسم الكريم؟ مجيد. عبد المجيد حمومي. استاذ عبد المجيد شنو كتقول بالنسبه للشوط الاول؟ صراحه الشوط الاول كان فقط جلسنا الربع ساعه الاولى، ما كناش عارفين الخصم ديالنا كيف داير. من مرات سجلنا الهدف الاول خدينا الثقه في النفس، ولا هو عطانا دافع سجلنا الهدف الثاني والثالث. يلا سادتي وسادتي، مرحبا بكم من جديد في الانطلاقه الجوله الثانيه. الجوله الثانيه انطلقت قبل قليل بين فريق وداد الغربه واجاكس المغرب. سي محمد كرة في التماس عند رقم 8 يتدخل الحارس. كرة في وسط الميدان عند وداد الغربة، عند اللاعب عبد الغني. اللاعب عبد الغني يحتفظ بالكرة، لازال يحتفظ بالكرة. تقطع الكرة من طرف اللاعب رقم 5 عند اللاعب حسن رقم 7 في اتجاه رقم 9. تلمس فيه الكرة وتطلع التماس. تماس ينفذ من طرف اللاعب بوسلهام عند رقم 5. رقم 5 رقم 5 في اتجاه رقم 7 عند عبد الغني عند محمد النادي. محمد النادي يحتفظ بالكرة عند رقم 5. تضيع من الكرة وبقى محتفظ بالكرة. تقطع الآن عند اللاعب رقم 4 قلب دفاع فريق وداد الغربة. فريق وداد الغربة خطأ لفائدة محمد النادي رقم 11 في وسط الميدان لفائدة وداد الغربة. اللاعب بوسلهام رقم 2 محمد النادي في المحاولة يحتفظ بالكرة. تضيع الكرة لمحمد النادي في اتجاه رقم 9. يتدخل رقم 4 قذفة طويلة وتدخل الحارس في الوقت المناسب. الكرة عند أجاكس المغرب. أجاكس المغرب كرة بدون اتجاه أو كرة طلعت التماس. ينفذ من طرف رقم 4 عند اللاعب رقم 5 الذي تلقى انذار قبل قليل من طرف الحكم إبراهيم. كرة تقطع في وسط الميدان، خطأ. الحكم يعلن عن خطأ لفائدة أجاكس المغرب. المقابلة كما تعلمون نتيجتها 5 مقابل 2. الحكم الحين تغيير في صفوف فريق أجاكس المغرب. يخرج السي حسن. سي حسن كلمة في هذا اللقاء. كنتمنى الفوز للفريق ديالنا، الله يصاوب. شكرا السي حسن. قذفة في وسط الميدان وتدخل الحارس رضوان
حارس رضوان في اتجاه اللاعب بوسلهام. بوسلهام يحتفظ بالكرة. بوسلهام في وسط الميدان عند رقم 5. رقم 5 في محاولة قذفة قوية وتدخل الحارس. تدخل الحارس كانت قذفة قوية وتدخل الحارس. تدخل كان رائع. حارس فريق اجاكس المغرب وقد طلع الكرة للزاوية. زاوية من تنفيذ رقم 11 محمد النادي. تنفيذ الزاوية إلى تماس. تماس ينفذه اللاعب رقم في اتجاه اللاعب رقم محاولة لفائدة فريق وداد الغربة عند محمد النادي. محمد النادي يحتفظ بالكرة في وسط الملعب في اتجاه رقم 4. كرة ترجع عند محمد النادي. محمد النادي يراوغ قذفة ولكن بعيدة عن مرمى حارس فريق اجاكس المغرب. كرة في اتجاه رقم 8. رقم 8 عند رقم 13 في وسط الميدان. قد له الكرة. تدخل الحكم خطأ لفائدة فريق وداد الغربة عند اللاعب عبد الغني. عبد الغني تسديدة وتدخل رقم 12. كرة في الزاوية. الزاوية لفائدة فريق وداد الغربة من تنفيذ اللاعب محمد النادي. ينفذ الزاوية داخل المنطقة وتدخل الحارس. تدخل الحارس وخطأ لفائدة الحارس. الخطأ يحتسب السيد ابراهيم. مزيان اشرف ولكن كرة خارج الملعب. تماس لفائدة عادل في اتجاه محمد النادي. يلعب الكرة لكن مقطوعة من طرف رقم 12. محاولة خطأ لفائدة اجاكس المغرب. اجاكس المغرب رقم 8. اجاكس المغرب كما قلت المحتضن من طرف الخطوط الملكية المغربية. قذفة طويلة ولكن كيتدخل اللاعب رقم 5. رقم 5 بوسلهام. كرة عند اجاكس المغرب. اجاكس المغرب عند رقم 11. رقم 11 محاولة ممتازة قذفة ولكن تدخل عادل لا زال محتفظ بالكرة عند رقم 5. رقم 5 من وداد الغربة. كرة عند عبد الغني. عبد الغني عبد الغني. كرة لا زالت عند اللاعب عبد الغني. تقطع الكرة في وسط الملعب. قذفة قوية ولكن بعيد عن المرمى. ضربة مرمى 5.50 لفائدة فريق وداد الغربة. اللاعب بوسلهام ينفذ ضربة مرمى. اللاعب رقم 5 رقم 4 ما كيتمكنش من الكرة وتطلع التماس. تماس ينفذ تجاه رقم 10. اللاعب رقم 10 اللي دخل قبل قليل مكان اللاعب رقم 7 حسن في صفوف فريق اجاكس المغرب. تدخل اللاعب بوسلهام. كرة تطلع للشرق او تماس من تنفيذ رقم 10. رقم 10 تدخل رقم 4 من فريق وداد الغربة عند اللاعب عبد الغني. عبد الغني في وسط الملعب عند عز الدين. تقطع له الكرة. تقطع الكرة من طرف رقم 5. رقم 5 محاولة ممتازة عند رقم 10 قذفة ولكن تدخل الدفاع. بوسلهام عند اللاعب عادل. كرة تعود الى بوسلهام عند محمد النادي. يتدخل رقم 12. تقطع كرة للشرط. شرط لفائدة فريق وداد الغربة. ينفذ الشرط عند محمد النادي. يحتفظ بالكرة. تقطع له الكرة من طرف رقم 8. كرة عند وداد الغربة رقم 5. محاولة عند عبد الغني يحتفظ بالكرة عند محمد النادي. قذفة وتدخل الحارس في الوقت المناسب. كانت نوعا ما القذفة ضعيفة شوي. عند رقم 11. رقم 11 اللاعب النشيط ما شاء الله. هذا اللاعب كرة ممتازة ولكن ما كيتمكنش منها. رقم 9 وقد تطلع الكرة ضربة مرمى في اتجاه اللاعب. ينفذ ضربة مرمى اللاعب بوسلهام لفائدة وداد الغربة المحتضن من طرف البنك الشعبي.
كرة طويلة في اتجاه رقم 7 عبد الغني ما كيتمكنش منها وكتطلع الكرة للشرط لفائدة أجاكس المغرب. لفائدة أجاكس المغرب وخطأ ينفذ شرط لفائدة أجاكس المغرب. كرة عند الحارس، كرة طويلة كتجاوز وسط الميدان، يتدخل اللاعب بوسلها رقم 5 عند محمد النادي. محمد النادي يحتفظ بالكرة عند عبد الغني. عبد الغني قذفة عبد الغني وتدخل الحارس على مرتين. الحارس على مرتين. الحارس في اتجاه رقم 11 وتدخل رقم 5 بوسلها لاعب فريق وداد الغربة. محمد النادي تقطع له الكرة عند الحارس رضوان. الحارس رضوان حارس فريق وداد الغربة. كرة طويلة وسط الميدان. كرة عند محمد النادي. محمد النادي في اتجاه عز الدين لكن تمريرة خاطئة تقطع رقم 5 أجاكس المغرب. محاولة ممتازة، هجوم مضاد، محاولة والهدف السادس. الهدف السادس تصبح النتيجة بذلك 6 مقابل 2. هدف، الحصة ثقيلة، نتيجة ثقيلة، اسمي الدري اللي دخلنا الاخر. نتيجة ثقيلة. تلعب الكرة لفائدة وداد الغربة المنهزم ب6 مقابل 2 عند اللاعب رقم 5 في وسط الملعب. رقم 5 هذا لاعب نشيط، لاعب يمتاز بلياقة بدنية عالية. كرة لفائدة فريق أجاكس المغرب عند رقم 10. رقم 10 يقذف ولكن في الوقت المناسب يتدخل اللاعب بوسلهام. بوسلهام الذي يقوم بمقابلة ممتازة. بوسلهام كاد يرتكب خطأ ولكن تدخل الحارس رضوان. الحارس رضوان تمريرة خاطئة في اتجاه رقم 13 حق يتدخل محمد النادي. كرة تقطع، يعيد الكرة إلى الحارس والحارس كاد يرتكب خطأ. حكم كرة في الشرط لفائدة أجاكس المغرب. تغيير الآن في صفوف فريق أجاكس المغرب. دخول رقم 6 وخروج رقم 9. رقم 9 راح يعطينا تعليق او يعطينا انطباعاته على اللقاء هذا. الحمد لله قدمنا شيء كويس ونتمنى للفريق التوفيق. شكرا الله يعافيك. شكرا. كرة عند لاعب عز الدين قذفة ممتازة والعارضة تنوب على الحارس. قذفة ممتازة. الحارس كاد يرتكب خطأ. كرة في الشرط ينفذ. كرة عند أجاكس المغرب عند رقم 10. رقم 10 تمريرة خاطئة. كرة خارج الملعب، شرط لفائدة فريق وداد الغربة. ينفذ الشرط لكن تقطع الكرة في وسط الملعب عند محمد النادي في اتجاه عبد الغني في صراع مع رقم 6. قذفة ولكن بعيدة، قذفة من طرف عبد الغني رقم 7 لفريق وداد الغربة. ضربة مرمى تنفذ عند اللاعب رقم 8. قلب دفاع فريق أجاكس المغرب. كرة طويلة وسط الملعب في اتجاه رقم 11 ممتازة ولكن تدخل اللاعب بوسلهام وتطلع الكرة للزاوية لأجاكس المغرب. اللاعب رقم 11 ينفذ الزاوية في اتجاه رقم 5 في اتجاه رقم 11. أي ضربة مقص ولكن تدخل دائما اللاعب بوسلهام الذي يقوم بلقاء ممتاز. تدخل رقم 4 قد كانت من طرف رقم 12. زاوية تنفذ وتدخل محمد النادي يحتفظ بالكرة ولكن تمريرته خاطئة. كانت فكرة. ينفذ الشرط لفائدة فريق أجاكس المغرب. تقطع الكرة تعاد إلى الحارس في اتجاه رقم 12 عند أجاكس المغرب. يقوم بتمريرات قصيرة.
كرة تقطع في وسط الملعب وتدخل ما شاء الله اللاعب رقم 8 الذي يقوم بلقاء ممتاز. تمريرة خاطئة، لم يتبقى الرقم 6 من الكرة لفائدة فريق أجاكس. تماس ينفذ تماس لفائدة وداد الغربة عند اللاعب بوسلهام قلب الدفاع يقوم بلقاء جيد في اتجاه رقم 5 تقطع له الكرة عند عادل في اتجاه بوسلهام رقم 5 عند بوسلهام قد فات طويلة عند اللاعب عز الدين تقطع له الكرة من طرف رقم 5 لأجاكس المغرب. هجوم مضاد، محاولة ممتازة قد فا وتدخل الحارس قد فا قوية وتدخل الحارس مرة ثانية الحارس رضوان يتدخل على مرتين. الكرة في الزاوية لفائدة فريق أجاكس المغرب، زاوية تنفذ طويلة يتدخل لاعب بوسلهام عبد المجيد. اللجنة التي تعتني بالجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، كما نشكر السادة الحاضرين وأعضاء مكتب التجمع أو تجمع المغاربة المقيمين بالعربية السعودية. الكرة في التماس لفائدة فريق أجاكس المغرب، ينفذ التماس عند رقم 5 خطأ لفائدة أو عفوا كرة خارج الملعب لفائدة فريق وداد الغربة. كرة عند اللاعب بوسلهام قد تصطدم الكرة في اللاعب رقم 10 وتخرج خارج الميدان. كرة عند محمد النادي في وسط الملعب عند رقم 7 عبد الغني يحتفظ بالكرة، لا زال يحتفظ بالكرة قد فقوية من طرف عبد الغني وتدخل الحارس في الوقت المناسب. الحارس يقوم بلقاء جيد، كل تدخلاته كانت في المستوى، ينقذ الفريق من هدف محقق. تنفذ وتدخل الحارس مرة ثانية. كرة عند أجاكس المغرب عند رقم 11 لاعب نشيط ما شاء الله. كرة هجوم مضاد رقم 11 في اتجاه اللاعب رقم 12 ولكن كورته قد تخرج خارج الملعب. ينفذ شرط عند محمد النادي عند عبد الغني يتدخل لاعب 8 قلب دفاع فريق أجاكس المغرب ينفذ عبد الغني التماس. كرة عند اللاعب عز الدين في اتجاه محمد النادي يقوم بلقاء جيد عند عبد الغني عند محمد النادي بالاثنين قد فاء هدف لتسجيل محمد النادي وتصبح النتيجة بذلك 6 مقابل 3. بذلك تصبح النتيجة 6 مقابل 3 لفائدة فريق أجاكس المغرب. انطلقت المقابلة مرة ثانية من وسط الميدان عند اللاعب رقم 11 صدع له الكرة عند محمد النادي تقطع له الكرة عند في اتجاه رقم 5 يتدخل كما قلت رقم 8 الذي يقوم بلقاء جيد قلب دفاع فريق أجاكس المغرب. لياقة بدنية عالية. أجاكس المغرب الفائز لحد الآن ب6 مقابل 3 عند رقم 10 قد فاقوية ولكن خارج المرمى في الشباك الخارجية. كرة عند محمد النادي تقطع له كرة وسط الملعب رقم 11 يقطف وتدخل كما قلت لاعب بوسلهام الذي يقوم بلقاء جيد اللاعب عز الدين. كرة تقطع عند رقم 10 لفائدة أجاكس المغرب يتدخل رقم تماس لفائدة فريق وداد الغربة رقم 4 ينفذ تماس طويل في اتجاه رقم 5 يلحق بالكرة ولكن تدخل الحارس. كانت محاولة ولكن في يد الحارس عند رقم 12 أجاكس المغرب قد فا عند اللاعب رقم 10 محاولة انفراد وأي تدخل الحارس انفراد بالحارس ولكن تضيع الكرة يضيع هدف محقق. اللاعب عند عادل في اتجاه محمد النادي وسط الملعب يحتفظ بالكرة
عند اللاعب عز الدين، عز الدين في اتجاه اللاعب عادل، عادل عند محمد النادي، يتدخل محمد النادي، يقذف محمد النادي بعيد شوي، تمر بجانب المرمى، بجانب حارس فريق اجاكس المغرب، وبذلك تحسب شرط او عفوا 5 متر 50 لفائدة اجاكس المغرب، لفائدة اجاكس المغرب. كرة عند رقم 11، رقم 11 لاعب نشيط في اتجاه رقم 11 يحتفظ بالكرة، تقطع له الكرة من طرف محمد النادي رقم 11، محمد النادي يحتفظ بالكرة في اتجاه عبد الغني، عبد الغني قذفة ولكن عند رقم 8 ما شاء الله، عند رقم 16 الظهير الايسر، عند رقم 12 فريق اجاكس المغرب، محاولة ممتازة، قذفة قوية ولكن بعيدة بدون الاتجاه، كانت فكرة ممتازة. ضربة مرمى 5 متر 50 لفائدة وداد الغربة، وداد الغربة تنفيذ ضربة المرمى، تقطع الكرة إلى الشرط، وراوغ قذفة قوية ولكن كانت فكرة ممتازة، لكن ضربة مرمى، تنفذ ضربة مرمى عند اللاعب رقم 11، رقم 11 يحتفظ بالكرة، وراوغ تقطع له الكرة من طرف عادل، عادل في اتجاه رقم 5، رقم 5 اللاعب حافظ، خطأ والحكم سيوجه انذار للاعب رقم 13، يوجه انذار الحكم السيد ابراهيم الذي يقود حتى الان اللقاء بكل حزم. بسلام رجع شوي الله. اللاعب رقم 4 ينفذ ضربة الخطأ، الحكم يعطي المسافة القانونية، قذفة في اتجاه محاولة كانت فكرة ممتازة، تدخل الحارس، خطأ لفائدة الحارس في منطقة العمليات بعد اعتراض رقم 5، ينفذ الخطأ من طرف رقم 8، رقم 8 في اتجاه رقم 10 في وسط الملعب، تقطع له الكرة عند رقم 11 اجاكس المغرب، يتدخل اللاعب بوسلام تقطع له الكرة ممتازة من طرف رقم 11، ويتدخل اللاعب بوسلام الذي يقوم بمقابلة لحد الآن جيدة، مقابلة ممتازة. قذفة قوية ولكن بعيدة على المرمى عند رقم 4 فريق وداد الغربة، ينفذ تماس عند عز الدين رقم 2 عند لاعب رقم 5 النشيط في وسط الميدان، محاولة ممتازة، قذفة قوية لكن بدون اتجاه، قذفة بعيد من 11 عند رقم 10، محاولة ممتازة أجاكس المغرب عند رقم 6 عند اجاكس المغرب، عند رقم 10، رقم 10 تقطع الكرة من طرف اللاعب بوسلهام كما قلت قائم بلقاء ممتاز عند محمد النادي، محاولة وتدخل رقم 12، تقطع الكرة عند رقم 8، كرة طويلة عند رقم 6 في اتجاه رقم 10، في اتجاه رقم انفراد في اتجاه رقم 11، مراوغة ممتازة، الهدف السابع، هدف كالراعي من مكان، هدف بالراعي من مكان. صارت النتيجة الآن 7 مقابل 3. النتيجة 7 مقابل 3. خطأ لفائدة فريق وداد الغربة وسط الميدان، خطأ لفائدة فريق وداد أو خطأ عفوا لفائدة فريق أجاكس المغرب، تنفيذ الحارس في اتجاه رقم 5 تقطع خطأ لفائدة فريق وداد الغربة. النتيجة 7 مقابل 3. التوقيت لحد الآن 23 دقيقة. 23 دقيقة مرت على الجولة الثانية أو على بالفعل على الجولة الثانية.
خطأ من تنفيذ اللاعب رقم. الحكم يعطي المسافة القانونية، يطلب من اللاعبين إعطاء المسافة القانونية. جدار الصاد رقم 4 ينفذ كرة ممتازة. أي كانت فكرة ممتازة، ولكن سوء تفاهم بين اللاعب. خطأ. تغيير في صفوف فريق وداد الغربة. تغيير في صفوف فريق وداد الغربة. خروج رقم 2 عز الدين ودخول رقم 11. ودخول رقم 11 اظن اصغر لاعب في المباراة، او اصغر لاعب على ما اظن في الدوري على كل. قد فقوية ممتازة. اي ممتازة. تمر جانبا. ممتازة عند لاعب رقم 5. رقم 5 هذا اللاعب نشيط. تدخل خشن. تدخل يستحق عليه الورقة الصفراء. اللاعب رقم 8 قلب دفاع فريق اجاكس المغرب. تدخل عنيف، ورقة صفراء لفائدة اللاعب رقم 8 الحكم السيد إبراهيم.